هل صوفيا ماتت فعلا؟ وايه القلعة اللي هاجمها كلاديوس وليه هاجمها؟ الحلقة اللي فاتت كانت مليئة بالإثارة والمفاجآت. صوفيا كشخصية كانت رمز للمكائد والخداع. تابعنا في آخر الحلقة مشهد كان مؤثر جدا، وهو إنقاذ صوفيا لحليمة وتلقت الطعنة مكانها، اللي بعدها سقطت على الأرض. فهل ماتت فعلا؟ أعتقد يا أصدقائي من غير الوارد إن يتم نهاية شخصية قوية وذكية زي صوفيا بواسطة جندي عادي. بعد وصول كلاديوس كانت صوفيا حضورها قليل لفترة من الوقت، ومع ذلك مع تحركات كلاديوس وكوشار رجعت صوفيا للواجهة مرة تانية. وبعد مشهد إنقاذ حليمة، صوفيا هتاخد مسار مختلف. صوفيا هتصاب إصابات خطيرة لكنها مش هتموت. من ناحية تانية هجوم كلاديوس على القلعة، يا ترى كانت أي قلعة؟ من خلال الأحداث اللي فاتت فالأرجح تكون قلعة بورصة. كان حلم كلاديوس دايما الاستيلاء على بورصة، ولما تحالف مع المغول وبعد إصابة صوفيا هاجم بورصة. فهل فعلا كلاديوس هيقدر يستولي على بورصة؟ لو تعافت صوفيا بسرعة ورجعت في الوقت المناسب هتقدر تستعيد بورصة، خصوصا هيكون الجنود الموالين ليها لسه هناك. كمان رد فعل عثمان هيكون قاسي بعد خبر هجوم كلاديوس على القلعة، لكن بدون صوفيا سهل جدا يستولي كلاديوس على بورصة. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.